السلام عليكم. انا اتجوزت واحد عن حب بجد، اللي هو من نوع كده الحاجات اللي بتعيشها مره واحده في العمر. كنت فرحانه جدا اني اخيرا هعيش مع اللي قلبي اختاره، وفرحتي دي خلتني اعمل معاه حاجات فوق طاقتي بصراحه. بقيت بخدمه برموش عينيا حرفيا، لدرجه بقى ان انا كنت بغسل له رجله اول ما يرجع من الشغل، برغم ان انا مدرسه ومتعلمه وليا كياني، وكنت عامله له فيها ديده ورقاصه وممرضه وكل حاجه. من الاخر كنت تحت رجليه، اول ما يقول لي بس عايز كوبايه ميه اجري على طول اجيبها له. وكنت شايفه ان الدنيا كلها وردي من كتر ما انا كنت سعيده جدا وانا عايشه معاه. وكان دايما يقول لي يا بختي بيكي، والكلمه دي كانت بتنسيني تعب يوم كامل. بس اللي كان بينغص علينا حياتنا بقى ان احنا قعدنا فتره طويله ما بنخلفش. بعد سنين الحمد لله ربنا كرمني وربنا اراد ان انا اكون ام. المهم كنت بتابع مع الدكتور، والدكتور قال لي انت لازم تنامي على ظهرك خالص، ما تتحركيش ولا تعملي اي مجهود. طبعا خدت اجازه من الشغل من غير مرتب، وقلت خلاص بقى جه الوقت بقى اللي انا لازم اكون مرتاحه فيه. وطلبت منه ان انا اروح عند ماما علشان تخدمني، فهو مرضاش. فقلت بس يبقى كده هو اللي هيشيلني بقى وهيبقى سندي وهيعمل لي كل طلباتي. وفعلا ده اللي حصل. قال لي بقول لك انا اللي هخدمك ومحدش هيعمل لك اي حاجه غيري. انا بقى صدقته، ومن اول يوم قعدت فيه في البيت كنت مستنيه بقى ان هو يجي يحضر الغدا، او حتى يجيب اكل بسيط كده وهو جاي معاه. اتفاجئت لقيته جاي شبعان جدا. قلت له انت مش هتتغدى ولا ايه؟ ما جبتش اي حاجه معاك؟ قال لي لا اصلا انا رحت اكلت عند ماما، اصلا انا عارف ان انت مش هتقدري تعملي اكل. قلت له طب وانا هاكل ايه؟ قال لي ممكن افتح لك علبه تونه، او حتى اجيب لك اكل من بره بس على حسابك عشان انا معيش فلوس بصراحه. وفضلنا على الوقت ده كتير، بقى يجي شبعان من عند امه وانا يفتح لي اي حاجه كده من المعلبات ياكلها لي وخلاص، ولو زهقت يقول لي هاتي اكل على حسابك. ده حتى كوبايه الميه لما اطلب منه كوبايه ميه عشان يشربني يقول لي بقول لك ايه انا جاي من الشغل تعبان قومي انت هاتي. وكل يوم نفس السيناريو. قلت له خلاص وديني عند امي انا تعبان انا مش قادره اتحرك، لاني كنت خايفه الحمل يحصل له حاجه لان انا استنيته سنين. يقول لي لا مش هوديكي عند امي. ليه طيب يا ابن الناس؟ رد يقول لي لا ما تسيبينيش لوحدي، البيت بيفضل وحش جدا من غيرك، وانا من غيرك ولا حاجه. وانا قلبي بقى زي العبيطه كده يحن ويقول خلاص يمكن هيتغير. فقلت لماما تعالي اقعدي معايا. ماما رفضت، قالت لي انت مالكيش شخصيه فتحملي بقى مسؤوليتك بنفسك. لولا مرات اخويا الله يكرمها مره جت غسلت لي الهدوم وعملت لي اكل ونظفت لي البيت. بعد ما مشيت الهدوم كانت على الحبل الشمس كلتها. اقول له يا ابني قوم شيل الغسيل من على الحبل، يقول لي لا 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 انا مش قادر انا مش بتاع الكلام ده. المهم طبعا كنت مضطره انا اللي اقوم والم الغسيل بنفسي، مع اني ممنوعه من الحركه تماما. وكل ما اكلمه يتخانق معايا يقول لي بقول لك ايه انا الحمل ده مش عايزه، ما تقومي تشوفي بيتك بقى تطبخي وتنظفي وتغسلي وتعملي لنا اكله نظيفه، وانا كل شويه بقى على الهم ده. قلت له طب خلاص اهدى خش نام لك شويه وانا هشوف انا هعمل ايه. المهم بقى دخل نام وانا قمت لميت هدومي ومشيت. ولما صحى من النوم وما لقانيش في البيت قلت له انا عند امي ومش هرجع غير لما اولد. قال لي لو ما رجعتيش البيت دلوقتي هتبقي طالق. طب انا اعمل ايه؟ انا محتاجه حد يشيلني، محتاجه حد يقف جنبي. ماما بقى عماله كل شويه تعايرني وتقول لي انت مش غسلتي له رجله اشربي بقى. وقالت لي انا مش هرجعك بيتك حتى لو بطلاقك غير لما تولدي، انا مش مستعده انك يجرالك اي حاجه بسبب، ولو ربنا كرم ورجعت البيت لازم تعمليه بالمثل زي ما هو بيعاملك انت كمان عامليه. انا بقى خايفه ان هو يتجوز واحده تانية غيري وما اقدرش ارجع بيتي تاني. انا تعبت خلاص ومش عارفه اعمل ايه. يا ترى الزوجه لما تدي اهتمام وحب زياده عن اللزوم لجوزها هل ده غلط ولا؟ صراحة مامتك عندها حق. للأسف في ناس لما بتديهم اهتمام بزيادة بيعتبروها حق مكتسب. مش معروف إنك بتعملي كده عن حب أو طيبة، وده أكبر غلط ممكن يحصل في أي علاقة، سواء بقى جواز، شغل، أصحاب، إخوات. لما تفضلي تدي كده من غير حساب، من غير حتى ما تاخدي كلمة تقدير، اللي قدامك بيبدأ بقى يشوفك عادي جدا. مش بس عادي، ده كمان ده الطبيعي، واي تاثير منك بقى بيعتبره ذنب او تقليل منه. عشان كده لازم يبقى فيه توازن. التوازن مهم جدا يا جماعه، لانك لما تعرفي تختاري امتى تدي وامتى توقفي وامتى تقربي وامتى تبعدي، ساعتها بس اللي قدامك هيحترمك ويخاف يخسرك ويعرف قيمتك بجد. مستنيه اعرف رايكم في التعليقات، واستنوني ان شاء الله في مشكله جديده الحلقه الجايه. سلام عليكم.